بن صلاح يعكس كرة داخل منطقة جزاء بالراس. هذه لا زالت مغربية، فيها كرة وفيها ممكن تسديد. المراوغة تأتي من اسماعيل، العرضية والراسية ممكن، والهدف الأول. نعم، والهدف الأول يأتي في الدقيقة الثالثة مشاهدينا الكرام. إذا سقراط يفعلها ويسجل محور الدفاع. نعم، على أفضلية مغربية من خلال أول كرة وأول هجمة. هذه الإعادة مرة أخرى. سقراط في وضعية ممتازة جدا، هنا يفاجئ الجميع ويضع الكرة على يمين حارس المرمى. ممتاز. إذا سقراط يسجل. هذه الإعادة مرة أخرى. المجهود الكبير إسماعيل العود يرفع وسط المدافعين، يخطف اللاعب سقراط، يعطي الأفضلية. الداودي كانت عندك فرصة كبيرة. هذه هدية يا الداودي، هذه هدية يا الداودي. إعادة مرة أخرى، العرضية وبعد ذلك الداودي عالي عن المرمى. معليش ضاعت هذه أخرى. بإمكاننا نسجل أهداف أخرى، يعني مهم جدا في كرة القدم عنصر المباغثة. باغتناهم في الدقيقة الأولى. هدف لما تقى من حمزة بوحدي، يرفع كرة. هذا الثاني، هذا الثاني، هذا الثاني. السعيدي يرفع كرة السعيدي وبالراس، والهدف الثاني كان قريب. ناحية اللعب الداودي يعكس كرة على أرضية الميدان. الراسية ممكن، الراسية ممكن، والدفاع عمقة ممتازة والكنترول يا الداودي. هل فيها خطأ؟ هل فيها خطأ اللقطة الماضية؟ والثاني ينادي، الثاني ينادي. نعم، قلت لكم بأن الشباك ستهتز للمرة الثانية. نعم، والصورة واضحة. وليد بن صلاح يدون ثاني. واشرب يا نبيل يا با. الصورة تتغير والمنظر يتغير. بلمس سقطنا أمام البرتغال، واليوم في أحلى بداية أمام كاليدونيا. هذه الإعادة، الكنترول، الاصطدام حصل، ولكن الإصرار تواصل. داودي يرفع الداودي، والهدف الثالث. نعم، والهدف الثالث عن طريق اللاعب وليد بن صلاح. يا لو من منتخب مغربي هجومي، يا لو من منتخب مغربي مذهل في هذه اللحظات. 17 دقيقة 3-0 للمنتخب المغربي. منتخب يولد من جديد، ومنتخب ينطلق من جديد، ومنتخب متعطش إلى الانتصار يا نبيل يا با. 3-0 في 17 دقيقة، والبقية تأتي الجهة اليمنى. نعم، هي مصدر الإمدادات، هي مصدر العرضيات، هي مصدر الكرات. معقول، لازم يا شباب نستغل الفرص، لازم يا شباب نستغل مثل هذه الفرص. هذه فرصة سهلة لا تضيع. القانون واضح. لاعب دروكو بالورقة الحمراء. شوف التعمد كان واضح، شوف التعمد كان واضح. هذه مع سبق الإصرار والترصد، هذه مع سبق الإصرار والترصد. شوف الإعادة، شوف هنا. هذه لا قدر الله ممكن تتسبب في مشكلة كبير بالنسبة لي. الداودي الحمد لله الداودي بخير. الداودي مرر والتسديد، عندهم حارس ممتاز كولتران. هذه الإعادة مرة أخرى، محاولة المرور الداودي ثم جاءت تسديدة، يعني حاول يحطها في الزاوية البعيدة. شوف هنا حمزة، عمل اللي عليه حمزة. هذه ممكن تقضي على مسيرة لاعب. هذه حمراء. تعال وين مخبي؟ فين مخبي؟ كاليميس يخرج بالبطاقة الحمراء من وليد بن صلاح. الكنترول يدخل الداودي يطمع فيها الداودي. هنا من زاوية مغلقة والحارس غالق الزاوية. كرة لوليد بن صلاح، وليد يدخل، وليد يرفع كرة، وليد وبالراس. يضيع، غير معقول يا موهوب، غير معقول. مرة أخرى تضيع فرصة جول، غير معقول تضيع فرصة جول سهل جدا أمام حارس المرمى. هذه الإعادة الحداني نعمل كنترول، راوغ بأن الأجواء مناسبة الآن بالنسبة لي. الابن باها، برافو الداودي وسط السيقان ووسط مدافعي المنتخب. نعم، الكاليدوني بين الداودي وباها. هنا البديل يدخل، هنا التعزيز الهجومي يحضر، ومعه يأتي الهدف الرابع يا نبيل، الخامس في هذا الشوط الأول. 5 وخميس هنا في عرض ممتاز، عرض فاخر للمنتخب المغربي.
المغربي هنا في اسبايرزون. ياتي الداودي ويعود الداودي ليقول انا حاضر، ولتهتز معه الشباك براسيه هنا بحضور وبارتقاء. نعم يازم الحارس كوتران. كل الطرق تؤدي الى الشباك، كل الطرق تؤدي الى كاليدونيا الجديده، بل الى مرمى كاليدونيا الجديده. هذه الاعاده مره اخرى الراسيه من الحيداوي، حتى المدافعون يسجلون. ياس الحيداوي يرتقي اعلى من الجميع ويضيف سادس الاهداف في شوط قياسي. نعم 7-0 سيلبا ينضم الى المسجلين في هذه المباراه. ما احلى هذا الشوط، ما اروع هذا الشوط. سكور نعم تاريخي بالنسبه للمنتخب المغربي. اذا ترقب انتظار. هنا الكره تسدد مباشره، والهدف الثامن، والهدف الثامن الخلفي مباشرة إلى الشباك. ألم أقل لكم بأن مرمى كاليدونيا نعم باتت مفتوحة تماما. الطريق نحو مرمى كاليدونيا لا زال مفتوح، والهدف الثامن عن طريق بوحدي داخل منطقة الجزاء العرضية، والهدف التاسع. نعم سرعان ما يتم التدارك عن طريق زياد باها في أقل من 5 دقائق يتم تسجيل هدفين. صرنا 9 أهداف مقابل لا شيء. إمكانية رفع الكرة العرضية، زياد العاشر، والعاشر عن طريق اللاعب الحداني. العاشر مباراة للتاريخ وسكور تاريخي في تاريخ المنتخبات الوطنية. نعم في مشوار المنتخبات الوطنية لأول مرة يحدث ذلك 10 أهداف مقابل لا شيء. انه الآلة الهجومية لا تتوقف. السعيدي يتقدم، السعيدي، والهدف 11، الهدف الحداني يظهر مرة أخرى. ألم أقل لكم بأن الحداني نعم مهاجم بمواصفات خاصة. الحداني اللي أعطى مؤشرات كبيرة جدا في اللقاءات الودية الماضية. أسطر على كلمة مكون، يعني الفرق هذه وزان ولكن مرة جانبية. ذلك وهبي عمله تجسد على أرضية الهدف رقم 12 العرضية، زياد، والهدف من طرف اللاعب العرباوي الرأسية. لكن نبقي على تركيزنا ونريد المزيد. هذه الإعادة مرة أخرى. العرباوي ماذا سيفعل العرباوي؟ لا تكون أعلى، التسديدة، روعة الجول يا عبد الله يا وزان. يلا 13. نعم الهدف الثالث عشر للمنتخب المغربي. مشاهدي الكرام سجل يا تاريخ. شخصيا هذه أول مرة أعلق على مباراة وصلت فيها النتيجة إلى هذه المحصلة. هذه فرصة الهدف والرابع عشر. نعم الرابع عشر، المهرجان لا يتوقف، الفيستيفال المونديالي